الميديسينال بلانت، عملي الميديسينال بلانت هنذاكرها ازاي والعمل هيجي ازاي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جاي اكلمك النهارده عن عمل الميديسينال بلانت بيجي ازاي وممكن تذاكر له ازاي او هتظبطه ازاي. نخش في الموضوع على طول. عمل الميديسينال بلانت عبارة عن ممكن يجي حاجة من الاثنين حسب نظام جامعتك، اما داتا شو او اما هتشوف الحاجة تحت الميكروسكوب. هتشوف حاجة ايه او هيظهر لك ايه على الداتا شو؟ هتشوف الكي اليمنت. الكي اليمنت بتاع نبات معين هيجي يطلب منك اسم الكي اليمنت اللي انت شفته وتابع لنبات ايه. اسم الكي اليمنت وتابع للنبات ايه. يعني مثلا هيجي لك على الداتا شو كده، اول ما الداتا شو تشتغل رقم 6 مكتوب، جايب لك رسمه برانشد هير. برانشد هير انت هتكتب عندك برانشد هير. انت هتكتب مثلا لو كاتب لك في النبات ايه هتكتب هايوسايمس. جايب لك انوموسيتك، انيزوسيتك، ديجيتال هير، سينا هير. كل الكلام ده عباره عن داتا شو او تحت الميكروسكوب. امتحان سهل بسيط في المتناول منه. اكتر ماده ممكن تقفل العمل بتاعها الا وهي الميديسينال بلانت. بس عايزك تحفظ الحاجات كويس. هترسم، هيجي لك 2 أو 3 ترسمهم. هيجوا ازاي؟ مثلا هيجي لك البرانش هير بعد ما تظهر لك، كتبت مثلا كانت رقم 6، طلعت البرانش هير وطلعت في نبات الهايوسايمس. هيجي لك مثلا في سؤال رقم 16 تحت، سؤال 6 اكتب لي انذر اليمنت وارسمه لي. فاهمني هيجي الامتحان ازاي او ممكن تيجي ترسم ازاي؟ ممكن يجي لك سؤال مباشر جدا يرسم لي الاستوماتا هير، ارسم لي الانيموسيتك. فانت ممكن هترسم تقريبا من 3 او 4 رسومات. في تقريبا 10 داتا شو هيظهروا لك. هتكتب ايه الكي اليمنت اللي انت شفته. في 5 اسئله تحت يقول لك كومبير ما بين ده وده. اكتب لي مثلا الانذر كي اليمنت للرقم 15 وهكذا. الامتحان عباره انت لو ذاكرت ال 15 نبات اللي عندك او ال 20 نبات هتدخل باذن الله تقفل. مفيش لعب، مفيش تحوير. حاول تبص كتير للحاجه اللي قدامك. اشهر الحاجات اللي بتبقى موجوده انت ممكن تتدرب على رسمها او تتدرب على رسم ال 15 كلمه اللي عندك يا عم. الموضوع مش مشكله. ميديسينال بلانت عشان تقفل مثلا الحته اللي تحت خالص، اعمل مقارنه ما بين كذا وحاجه، يعني كل حاجه وحاجه ما بين البطاطا والميز كانت الثالثه تقريبا رز وبطاطا. المهم هتعمل مقارنه ما بين النباتات اللي عندك عشان تحل ال5 اسئله اللي تحت. واللي فوق هتحفظ الاشكال الحاجات والكي اليمنت وتكتبها صح. امتحان مفيش لف. انا عارف ان هو حفظ تقيل وهنحفظ كتير جدا. فده كان ازاي امتحان العمل هيجي وممكن تذاكره ازاي. افضل حاجه تقفل يعني تظبط بيها دنيتك في الميديسين بلانت المقارنات، لان النباتات كتير. وفي ده بالنسبه للعمليه. لو هتتكلم مثلا عن الماده ذات نفسها في الفاينل، اليوزز، كيميكال تيست دي بتيجي 100%. كميه كيميكال تيست رهيبه عن كل نبات واليوزز بتاع كل نبات. هيجي لك كده ويجي لك تحت اليوزز بتاعته، فهي هتبقى واحده. فانت حاول تعلم كل نبات ممكن كنا بنستخدمه في ايه. هيجي لك برضو في الامتحان النظري مما لا شك فيه زي اللي جالك في العملي. 3 4 5 6 اسئله خد عندك نفس الحاجه، نفس الحاجه اللي جات لك في العملي هتجي لك في الامتحان الفاينل. يقول لك ده ايه، هتكتب السومتا هير. ده ايه، ده ديجيت هير. تمام. ده انيموسيتك، انيزوسيتك وهكذا. ده بالنسبه للميديسينال بلانت. هصور برضو دلوقتي وانا واقف عملي الاناليتيكال. ده بارت بقى مش عارف هيبقى بارت كام. سلام.